الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تدخل عاجل من سيد عبد الحفيظ في أزمة أحمد عبد القادر مع كولر. تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في أزمة أحمد عبد القادر لاعب الفريق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والتي دارت خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة أمس السبت. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح رفض أحمد عبد القادر مصافحة مارسيل كولر بعد مباراة الأهلي والهلال السوداني رغم الفوز اعتراضا على خروجه من اللقاء. أحمد عبد القادر مهدد بالغرامة في المران المسائي، ويخضع أحمد عبد القادر للتحقيق من قبل سيد عبد الحفيظ خلال مران الأهلي المسائي المقرر له في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة. الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة، ورفض مارسيل كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد مواجهة الهلال السوداني قبل استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة. وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 9:15 مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الجولة 23 من الدوري الممتاز.